حاز الفنان كنان إميرزاليوغلو والذي يعرف بعلي في العالم العربي جائزة أفضل ممثل لمهرجان أنطاليا التلفزيوني الثاني، إذ حصل على جائزة أفضل ممثل من خلال دوره المميز في مسلسل إيزل الذي لاقى إعجابا كبيرا من قبل الجماهير التركية وكذلك العربية. وقد شارك عائلة مسلسل إيزل أيضا في هذا الحفل الذي تم فيه تتويج فناننا الجميل كنان إميرزاليوغلو. Televizyon sektörümüz artık genişlemeye başladı. Sadece Türkiye'de değil, bütün Orta Doğu'ya hatta Avrupa'ya dizilerimizi satmaya başladık. Bu bizim için sevindirici bir olay. Ezel benim için çok özel bir iş. Bence sektör için çok özel bir iş. Çıtayı yükselten bir işti. Hayat aynı gökteki gibi uçuyor anılar. استطاعت النجمة التركية والمغنية المشهورة أجدا بكان أن تتخطى مجال الفن لتدخل مجال الأزياء أيضا، إذ أنها قدمت العديد من الملابس والأزياء الجميلة للسيدات من خلال حفلة خاصة للأزياء أقيمت في الأسبوع الماضي لتتيج محبيها مرة أخرى في مجال التصاميم، كما أدهشتهم بفنها الجميل. قد شارك في هذا الحفل الخاص العديد من الأسماء المشهورة على الساحة الفنية وكبار الأسماء في المجتمع التركي ليعربوا عن إعجابهم الكبير بهذه التصاميم. وشارك في الحفل أيضا أخت نجمة الحفل أجدا بكان وابن أختها أيضا. النجمة متوترة نوعا ما. Çok mutluyum. İnşallah en güzel şeyleri hep beraber yaşarız. İlk defa girdiğim bir sektör çünkü. Çok da istediğim bir şeydi. Çünkü moda benim hayatımdı her zaman ama kısmet olmadı bugüne kadar. إن التاتو الذي على جسم نجمتنا يليق بها كثيرا. هل هذا التاتو دائم أم يمكن إزالته؟ هذا ما يجب أن نعرفه. Geçici. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. التقت الفنانة المشهورة إبرو جنديش والتي تحضر نفسها لتصبح أماً مع محبيها في أحد المجمعات التجارية الكبرى في العاصمة أنقرة. وخلال الحفل الذي قدمته فنانتنا الكبيرة إبرو جنديش في هذا المجمع الكبير لتسعد جماهيرها بصوتها الجميل وأدائها الرائع في الغناء، قدم لها محبوها في الحفل أرجوحة صغيرة كهدية لطفلها القادم تعبيرا عن حبهم لها. وبقيام فنانتنا الجميلة إبرو جنديش بهز الأرجوحة التي قدمت لها في الحفل تكون قد حصلت على أول هدية لطفلها من قبل الجماهير.